الخير بتوقيتي. انا هدى، والنهارده اول يوم كليه ليا يا جماعه. انا ميته من الحماس، يعني اكيد باين، لو مش باين على شكلي فانا ميته من الحماس. النهارده عندنا هقول محاضرات، ما عندناش دروس. حاسه ان في ابجريد حصل، اللي هو بعد طالبه ثانويه مسكينه بقينا طالبه جامعيه مسكينه. هتمسكن بعدين، دلوقتي انا مش مسكينه، دلوقتي انا كويسه الحمد لله. المهم يا جماعه، النهارده عندنا محاضرات من الساعه 9 ل 3 من غير اي رأفه بالانسان، مفيش اي بريك في النص ولا اي حاجه. هو حرفيا من 9 ل 11 ومن 11 ل 1 ومن 1 ل 3. فهفطر. انا عارفه انتوا ما بتسمعوش الجمله دي مني كتير، لان انا ما بفطرش اصلا في العادي، ما بفطرش غير لما حد يكون بيفطرني مثلا. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن افطر فيها، الحاله الوحيده. فالنهارده هفطر. انتوا لو شايفين الشاي الاخضر في بتاع حلقه كده لونها بني عليه، فده عشان انا حطيته في التلاجة طول الليل، عشان عايزه اشربه ساقع دلوقتي عشان الجو حر. المهم، فاللي انا عملته يا جماعه، عملت حاجه رائعه جدا. حطيت شوفان ولبن طول الليل في التلاجة، وبعدين حطيت عليهم مربى. انا عارفه ان المربى تو ماتش سكر على الصبح، بس بجد بيكون طعمها حلو عليهم. فيعني هاكل وهشرب الشاي الاخضر وهنزل. ياه انا صح، لو انتوا مش عارفين انا اصلا في كليه ايه يا جماعه، ولا بعمل ايه في حياتي، فانا في سنه اولى بايو تكنولوجي زراعه، ونظام دراستي على جامعتين. اول حاجه النظري ويوم بس عملي في جامعه بنها فرع العبور، والعملي يوم واحد برضو في جامعه بنها اللي هي في مشتهر. فيعني انا هروح مكانين، يعني ايام هروح هنا وايام هروح هناك، فبس كده. ودي جامعة حكومية عادي، مش الجامعة الأهلية. هي الجامعة الحكومية ليها يعني مش عارفة، ليها مباني في الجامعة الأهلية، مش عارفة والله. المهم يعني أنا في جامعة بنها بدرس بايو تكنولوجي، والمواد شكلها رائعة. في مواد أنا امبارح يعني أول مرة أعرف إنها موجودة في الحياة. طبعا بديهيات، يعني مش هاخد بايو وفيزيكس وكيمستري والحاجات اللي كنت باخدها في ثانوية عامة. المهم أنا هاكل وبعد كده هنزل. اوكي، يلا بينا. هحكي لكم انا عملت ايه في الكليه النهارده. انا بجد مش عارفه انا جبت الطاقه دي منين. انا من 5 دقايق كنت مرميه على الارض وعامله كده اهو، وبجد كنت خلاص مش قادره، ميته من التعب. بس هحكي لكم برضه عملت ايه النهارده، بقى عندي طاقه سبحان الله. بصوا يا جماعه، اول حاجه كان علينا 3 محاضرات، واحده منهم اتلغت علشان الثالثه دي كانت الماده الاختياري ومفيش اي حد فينا اختار. المفروض نختار بكره واحنا في الكليه نفسها بقى، مش الكليه اللي في العبور، لا الكليه نفسها اللي في بنها. المهم، تاني حاجة اخدنا محاضرتين بديهيات، يعني واحدة اتلغت من ال3، اتبقى كام؟ سبحان الله، تعلم اساسيات المسمع هدى. المهم، اول محاضرة اخدناها الدكتور شرح حاجات كتير ورا بعض ورا بعض ورا بعض. هو قال هيعيدهم تاني السكشن الجاي اللي هو بعد اسبوعين، عشان يوم السبت الجاي اجازة. يعني حوارات كده. مهم، طلب مننا نعمل حاجات، وانا عملت الحاجات اللي هو طلبها مننا، بس باقي لي حاجه قد كده اهو، وحسيت ان انا عايزه اضيع وقت، عشان كده قلت لكم ارغي معاكم، عشان كده بقى عندي طاقه، عشان انا بضيع وقت. المهم، تاني سيكشن اخدناه الدكتور كان سكر. هو اول سيكشن برضو الدكتور كان سكر. بجد ناس رائعه، بجد ناس رائعه، حتى الناس اللي معايا في الكليه ناس رائعه، بس هنتكلم عن الناس دول بعدين. المهم يا جماعه، الدكتور كان شايب النعناع جدا. قال لنا اساميكم ساكنين فين يا حلوين وحاجات كده، وبس. خلصنا سبحان الله. قال لنا بس شويه على الماده اللي احنا هناخدها دي وبس. فعلا ما عملناش اي حاجه مهمه في تاني محاضره. بعد ما خلصنا بقى قعدنا بقى عملنا سيركلز كده مليئه بالبنات، وقعدنا نرغي 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 نرغي. بعدين قعدنا على السلم وقعدنا نرغي نرغي نرغي، قعدنا نرغي كتير. النهارده قابلت كذا حد قال لي ايه ده انتي هدى هاني؟ اقول له ايوه. ايه ده انتي هدى هاني؟ ونقعد بقى نسلم على بعض ونرغي وبتاع. بجد سكر جدا. انا دفعتي حرفيا 70 واحد بجد، فيعني احنا فصل، حرفيا فصل. المهم، بس في واحده بقى يا جماعه، دي كانت دي كانت فظيعه جدا. في كذا حد قال لي انتي هدى هاني، وسلمنا على بعض وبتاع، وبتفرج على الفيديوز بتاعتك وبتاع وكده.
كده لو انتوا بتتفرجوا على الفيديوز انا بحبكم جدا، يعني لو انتوا زمايلي في الكليه وبتتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي فانا بحبكم جدا. المهم يا جماعه، فايه اللي حصل؟ المفروض انا كنت هعمل جروب بتاع واتساب بتاع الدفعه، اوكي، ففي ورقه مكتوب فيها ايه الارقام وحاجات كده. قالت لي انت اللي هتعملي جروب؟ قلت لها اه. قالت لي طيب ممكن تديني رقمك؟ فاديتها رقمي. بعد كده قالت لي اسمك ايه؟ قلت لها هدى هاني. قامت عملت كده قالت لي انت هدى هاني؟ قلت لها. قالت لي انا متابعاكي بس من قريب، بس صاحبتي متابعاكي من زمان وبتسلم عليكي، قالت لي ان انت هتكوني معايا في الكليه وحاجات كده، انت لو صاحبتها انا بحبك جدا وبحبكم انتوا الاثنين. بس اللي انا مستغرباه هي ازاي ما عرفتنيش من شكلي وعرفتني من اسمي؟ يعني هل اسمي مميز الدرجه دي؟ انا مش عارفه، هسالها بكره ان شاء الله. وكمان حاجه يا جماعه، امبارح حلمت حلم فظيع جدا، وهو ان 50% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوز بتاعتي هم مش اصدقائي على الانترنت عشان مش مشتركين في القناه. حلم فظيع وسيء، يعني هذا غير مقبول. لو انتم حابين المحتوى اللي انا بعمله وحابيني بشكل عام، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه. انا عارفه ان انا ما بفكركوش في العادي، بس قلت بفكركم المره دي عشان فعلا 50% كتير. نسيت اقول لكم حاجه، انا بعد ما خلصت الكليه عديت على سمير وعلي وجبت الحاجات اللي الدكتور طلبها، وجبت حاجات كده اول مره اشوفها في حياتي بجد يا جماعه. دي انا اول مره اشوفها في حياتي، اللي هو حرفيا هي كده. واكتب بقى النوتس اللي انا عايزاها، ممكن اخليها كراسه او اي حاجه، بس هي دي اول مره اشوفها في حياتي. بعد كده جبت كشاكيل وحاجات عاديه، بس هما شكلهم كيوت، شكلهم جميل. ثانيه انا مش لاقيه الكبار اهم. الكبار المفروض يعني الكبار دول مادتين، وبرده في من الصغيرين دول برده مادتين عشان كل واحده 80 صفحه. اصلا انا عندي 4 مواد، لا ثانيه، عندي بجد 4 مواد، في نظري وفي عملي، فدول بتوع النظري ودول بتوع العملي، في منهم بس في الدرج وقسمتهم 2 بقى. بجد يا جماعه احنا السكشن الاول ورا السكشن التاني على طول، وكنا هناخد التالت وراه على طول، بس لولا يعني ان ربنا بيحبنا وروحنا. بس فعلا دي اسوأ حاجه. كده هضطر افطر كل يوم، وانا ما عنديش بجد الطاقه ان انا اعمل فطار كل يوم. انا عندي استعداد اعمل اكل رائع، انا على فكره بعرف اطبخ، انا مش عارفه قلت لكم دي قبل كده ولا لا، بس انا بعرف اطبخ اكل كويس، اكل جميل كمان رائع. انا عندي استعداد ان انا اطبخ اي حاجه، بس ما عنديش استعداد اعمل فطار حتى لو لنفسي. بحس تو ماتش مجهود على حاجه فطار، فاهمين؟ المهم هنشوف الموضوع ده بعدين. اهلا بيكم في حياتي الجامعيه، وانا حاسه ان انا سعيده ومبسوطه. المفروض بكره هروح الجامعه بقى في بنها، والمواصلات انا بجد متخيل الموقف. المفروض في باص، بس انا مش عارفه الباص هياخدهم الساعه كام ويرجعهم الساعه كام، ومعرفش اي تفاصيل. على ما نقرر ونشوف هاخد باص ولا لا، هناخد المواصلات الرائعه. هحاول اعمل اي حاجه في الطريق وانا رايحه للكليه. ممكن اسمع بودكاست يا جماعه، في بودكاست تحفه اكتشفتهم، هسيب لكم اسمائهم في الديسكربشن بوكس، ولو ما سبتهمش عشان اكيد انا هنسى، او ممكن ما انساش، ما اعرفش انا في المستقبل هكون عامله ازاي، قولوا لي في الكومنتس، وبعدين هعدل بقى الديسكربشن بوكس واكتبه لكم، فاهمين كده اهو. بس فعلا حلوين جدا يا جماعه، بجد محتاجين تسمعوهم، بالذات لو انتوا رايحين الكليه زي كده معايا في نفس المسيره التعليميه. انا بجد حاسه ان انا نشيطه جدا دلوقتي، والمفروض ان انا انام عشان اصحى بكره بدري. انا مش عارفه النشاط ده جه منين. انا كنت راجعه من الكليه عامله كده اهو، عامله زي السلحفاه المقلوب بجد. المهم اقوم اشرب ميه واشوف حياتي عايزه مني ايه. وبس يا جماعه، شكرا ان انتوا بتشاركوني الاوقات الجميله دي. صباح الخير يا جماعه. النهارده ما كانش عندي رفاهيه الوقت ان انا اقعد ارغي معاكم قبل ما انزل. المهم انا نزلت وماشيه، انا مش عارفه انا سعيده كده ليه، بس انا ماشيه.
الكليه، ولو مش باين ف يعني البسوا نضاره عشان اجيب باين ان انا لسه راجعه من الكليه. النهارده كان يوم حلو، كان يوم رائع، هحكي لكم عليه بعدين. المهم ان انا بكره اصلا ما عنديش اي حاجه، وبعده ما عنديش اي حاجه، ويوم الخميس اجازه، ويوم السبت اجازه. اوكي، يوم الخميس عشان 6 اكتوبر، ويوم السبت عشان المولد النبوي. كل سنه وانتم طيبين يا شباب. بس فالمفروض هنزل يوم الاحد الجاي بقى الكليه ان شاء الله. يوم الاحد ده اللي هو يوم عملي في بنها، اللي هو كان زي امبارح. انا امبارح ما قدرتش اتكلم معاكم خالص عشان انا فعلا كنت تعبانه جدا بجد، ما كنتش قادره فعلا. رجعت اتقلبت ونمت، وفكرت ان انا بقى هنام فهبوظ نومي ومش هعرف انام بالليل. بس نمت بالليل برضو، نمت الساعه 10 برضو. انا حرفيا نمت من 3 ل 6، وبعد كده صحيت بتاع 3 ساعات ولا 4 ساعات، بعد كده نمت الساعه 10. الجو كان حر قوي امبارح، ولفينا كتير جدا، وحرفيا احنا امبارح ما اخدناش اي حاجه. فضلنا قاعدين في الشمس. كان سيكشن نص ساعه، بعد كده سيكشن نص ساعه، عشان هما يعني بيعرفونا بقى حاجات كده، يعني لسه ما بناخدش حاجات في مناهج. مفيش غير اول محاضره بس اللي اخدناها، كان حاجات كتير جدا مره واحده. والنهارده برضو ما اخدناش اي حاجه. بس النهارده يا جماعه قابلت 3 من الناس اللي كانوا معايا في المدرسه، قعدنا نرغي. انا حسيت ان انا مبسوطه قوي. اصلا في الكليه اللي هي الكليه اللي في العبور دي، المفروض ان الاهليه مع الحكوميه العاديه. الحكوميه فيها بايو تكنولوجي وعلوم تقريبا، ومش عارفه ايه تاني، هو بس كده، هو بايو تكنولوجي وعلوم. والاهليه بقى فيها بقى هندسه وطب وبزنس وحقوق والحاجات دي كلها. فحرفيا احنا كنا النهارده كلنا سايحين على بعض عشان ما فيش حد بيقول لنا المفروض نروح فين. وانا ماشيه اقول لها انتي فين، تقول لي انا حقوق. اقابل حد تاني اقول لها انتي فين، تقول لي انا بزنس. كنا بجد سايحين في بعض قوي. بس قابلت اصحابي دول اللي كانوا معايا في المدرسه. وحصيله اول اسبوع في الكليه، هو مش اول اسبوع، هو حرفيا 3 ايام. حصلت 3 ايام بقى عندي 4 اصدقاء في الكليه. انا عرفت الناس كلها، بس اللي هو ال4 دول اللي انا همشي معاهم على طول وبتاع، عشان لقينا حاجات مشتركه كتير. المهم يا جماعه، امبارح وانا راجعه من الكليه في بنها جبت حاجات بوب ذا بيلدر، او مش حاجات بوب، والله العظيم ممكن اعملها كده. ايه ده؟ مش حاجات بوب ذا بيلدر قوي، بس هي حاجات كانوا طالبينها مننا. دي حاجات تشريح. المفروض الترم ده هنشرح ضفدعه وحمامه وارنب وصرصار، او سمكه، يا صرصار يا سمكه. دي الحاجات بقى اللي كنا بنشوفها في معامل الكيمستري بتاعتنا واحنا صغيرين. يا نهار ابيض، انا بجد كنتش قادره اعملها في الاول، بس كانت لازقه في بعض. في ايه تاني؟ دول افتكرتهم اتكسروا مني، بس طلعوا ما اتكسروش. ده في اللي هو الحاجات دي. انا فعلا متحمسه قوي للشابتر الجديد بتاع الكليه اللي في حياتي ده، علشان اولا الحمد لله بدرس حاجه انا فعلا حابه ادرسها. بايو تكنولوجي اصلا كانت في دماغي من الاول، بس يعني ده اللي حصل. سبحان الله سبحان الله، الحمد لله. وحتى الانترودكشن اللي كل دكتور بيجي يديها لنا بقى عن القسم وقد ايه هو رائع وتحفه، اكيد هيقولوا يعني ان هو رائع وتحفه، بس برضو بحس ان انا مهتمه، وبقى عندي اصحاب، والكليه قريبه مني جدا. ده عامل رائع، لان انا بجد كان هيحصل لي حاجه لو بروح المشوار اللي انا روحته امبارح ده كل يوم. انا بجد مش متخيله كان ايه اللي ممكن يحصل. المهم قبل ما ابتدي ارغي تاني بس كده، ده كان فيديو النهارده وبس. يلا سلام.